احنا دلوقتي لجنه المسابقات احنا ما بقناش فاهمين ماتشات فجاه يقول لك من غير جمهور، فجاه بعقوبات، فجاه لا لغينا حته ان الجماهير لا تلعب بالجماهير. بس احنا متاكدين ان الجمهور هينزل قبل المباراه. يعني انا بقول لك قبل المباراه الراجل طبعا صديقنا محمد مظهر زميلنا قال لنا في المسيره ماشيه وفيها 300 واحد، ده هو العدد اللي احنا شفناه بالظبط. بس كان في قرارات من لجنه المسابقات قالت ان الماتشات مش هتبقى من غير جماهير، هيبقى كلها عقوبات ماليه. دي حقيقة. لا وقالوا نقل المباريات خارج المحافظه بس بجمهور. يعني معنى كده في المباريات مش هتتلعب من غير جمهور. طب انت النهارده الاسماعيلي، طب تنقل المباراه بره اسماعيليه، انت ليه بتعملها له غير جمهور وجوه اسماعيليه؟ هل ممكن يبقى طالب من لجنه المسابقات ان النادي اسماعيليه؟ ما انا مش فاهم، ما انا ممكن انقلها في اي محافظه ثانيه. ما انا عشان كده بسالك. يعني هو حتى لو اتنقلت انقلها محافظه ثانيه، لكن ما تنقلهاش بتعملها من غير جمهور في نفس المحافظه. وانت عارف ان الالتراس بتاعت الجماهير دلوقتي بتعاند مع اتحاد الكره لجنه المسابقات. يبقى المفروض انت حتى لو عملتها من غير جمهور انقلها لمحافظه ثانيه. محافظه هي رجعت مع مباراه المحله والنادي الاهلي لما حصل نزول الملعب، كان بس اتنقلت محافظه ثانيه. لا رجع، هي دي كان رجوع عقوبه بس بره في محافظه ثانيه. انا قصدي في محافظه ثانيه، وكان حتى لو ما فيش جمهور يبقى محافظه ثانيه، لكن ما عملهاش في نفس المحافظه بتاعت الاسماعيليه. وانت عارف الاسماعيليه ضيقه والجمهور الالتراس دلوقتي. يمكن الالتراس الاسماعيلي برده كان عنده مشكله قبل كده برده في مباراه المقاولين على ما اتذكر، وكان فيها مشكله ان بعض الولاد الصغيرين اتمسكوا، اولياء الامور طلعوا ولادنا ومش ولادنا. كان في مشكله قبل كده، وقبل كده برضه في مباراه الاتحاد السكندري كان برضه في مشاكل بينهم جمهور الاتحاد السكندري. برضه مش ولادنا ده ما هو بقى ده اللي حصل. ما بيأثرش فيها على الحقيقه، لان يعني هو يعني ولادنا دي بمعنى ايه؟ وانا اروح ارتكب الخطا وبعد كده اقول ده اللي حصل. الامور ما بيطلعوش الا بعد ما يتحبسوا، يعني هم سايبينهم. هو اللي واضح. بص السن عامل ازاي، الاعمار عامله ازاي. بص هل اولياء اموره مش عارفينه؟ هل اولياء اموره مش عارفينه؟ بيعرفوهم اول ما يتحبسوا. اول ما يتمسك هيتعرف. يعني اول ما يتمسك يظهر بقى اهله، يظهر ان دي ناس عندهم امتحانات بكره ومستقبلهم هيضيع. مش امتحانات، محدش بيمتحن حاجه. انا بتكلم يعني اللي بيتقال وقتها ده لازم يخرجوا، ده هيفوتهم الامتحان، ده مستقبلهم، ده اللي بيتقال ساعتها. لكن يعني اعتقد الاولى ان الناس الوجوه كلها باينه، واعتقد ان الاهالي عارفه اولادها فين. هقول لك حاجه برضه، هي المشكله الكبيره ان بيجي يتحدث عن الالتراس سواء في اي حاجه في مصر، بيتحدث عنهم الناس ممكن يبقوا فعلا خريجين كليات، دكاتره، مهندسين، خريجين كليات، لكن اللي بيعمل الحاجات دي دايما بتلاقيهم مش موجودين فيهم. يعني اللي بيتكلم عن الالتراس غير اللي بيحصل ده. فاللي بيحصل ده ممكن يبقى يعني الناس اللي بتتكلم دي طب مش قادره تسيطر ليه؟ انت بتدافع عن الالتراس وخلاص، لكن انت طب الناس دي فين؟ الدكاتره اللي هنا يعني ممكن يبقى هنا الناس المتعلمه اللي هي خايفه على البلد، سواء هنا. انا ما بتكلمش على الاسماعيليه، انا بتكلم عامه الالتراس. وعلى الشاشه بتشوف يا كابتن اشارات خارجه، وبتشوف طوب بيترمي، وبتشوف اصابات وعربيات اسعاف. يعني ما هوش حتى الدخول مثلا امن. يعني لو الشرطه قبضت على 3 4 ليها حق في ده اللي انا بتكلم فيه. يعني هم دول ناس مرتكبين، يعني تقدر تسميها جريمه لو واحد اصاب واحد. هيطلع يتحدث الناس الثانيه، مش هيطلع يتحدث دول لو جبتهم يتحدثوا مش عارفين يتكلموا. خلينا نقول برضه امن اسماعيليه مش عايز يحصل صدام بينه وبين الجماهير بتاعت اسماعيليه، لكن انت لو اديته محافظه ثانيه زي اسكندريه متهيألي امن اسكندريه يقدر يتعامل مع الجماهير بتاعت المحافظه الاخرى، لكن المحافظه نفسها بعتقد طبعا لا لو خرج